بلا شك لاحظت مؤخرا في مجال العقار في المغرب واحد التطور تشريعي سريع وتغييرات قانونية مهمة غادي يكون عندها تأثير مباشر على المواطن. فمعنا شفنا مستجدات مرتبطة بالكاش الوكالة وإلغاء عقود اللي كيحررها المحامي، واللي درنا عليها فيديوهات واللي ممكن ترجعوا ليها في قناة عقار بلا تعقيد. اليوم جا الدور على تنظيم مهنة العدول، حيت مؤخرا تصدر قانون 51/26 واللي تنشر في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026. هذا القانون ماشي قانون كيهم العدول بوحدهم، بل عنده علاقة مباشرة بكل مواطن بغى يدخل ولا دخل في معاملة عقارية، حيث العدل كيلعب دور أساسي في تلقي وتحرير عدد من العقود والشهادات اللي عندها علاقة بالملكية والحقوق العقارية. والأهم من هذا الشيء كامل أن القانون الجديد ما وقفش غير عند السؤال ديال شكون هو العدل وكيفاش يدخل المهنة، بل نظم كذلك كيفاش خاص العدل يخدم، شنو هي المسؤولية ديالو، فين يقدر يوثق، شنو خاصو يدير بالنسبة للعقار محفظ ولا غير محفظ، شنو هي العلاقة ديالو بالتسجيل بإدارة التسجيل والمحافظة العقارية. لهذا في هذا الفيديو غادي ناخذوا القانون ونخرجوا منه 10 نقط أساسية خاص كل مواطن أو مستثمر عقاري يعرفها. وما غاديش نهضر معاك بلغة قانونية جافة ومعقدة، بل غادي نبسطها ليك باش تفهمها. لذلك في هذا الفيديو خاصك تركز فيه مزيان وتشوفوا النهاية ديالو. النقطة الأولى، العادل ما بقاش مجرد شخص كيكتب العقد. أول فكرة خاصنا نصححوها هي هذه: العدل ماشي مجرد كاتب العقد فقط. القانون الجديد كيعطي للعدل اختصاص واضح في تلقي وتحرير العقود والشهادات اللي القانون كيفرض عليها الصبغة الرسمية أو للأطراف بغاو يعطيوها هاد الصبغة، بالإضافة للعقود والشهادات اللي القانون سند للعدل الاختصاص ديالها ليه. ولكن الأهم هو أن القانون كيرتب على العدل مسؤوليات مهنية حقيقية. مثلا المادة 36 كتقول بأن العدل كيتحمل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات من تصريحات وبيانات مخالفة لما أدلى به الأطراف. والمادة 37 كتقول أن العدل كيتحمل المسؤولية عن الضرر الناتج عن امتناعه عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع. وهنا كان رسالة مهمة للمواطن: إلا مشيتي عند العدل ماشي غير كتسلم ليه الوثائق وكيكتب ليك شي ورقة، كاينه مسؤوليه مهنيه مرتبطه بالعمل اللي كيقوم به. ولكن في نفس الوقت خاص المواطن يفهم حاجه مهمه: العدل ماشي ضامن لكل تصريح كيقولوا للطرف الاخر. القانون كيحمل المسؤوليه عن البيانات اللي كيضمنها هو، خصوصا اذا كانت مخالفه لما صرح به الاطراف. يعني خاصك حتى انت تكون صريح وتقدم الوثائق والمعلومات الصحيحه. باش نبسطوها للمشاهد الكريم، هو ان العدل كيضمن فقط تصريحات اللي قالوا الاطراف اذا كانت صحيحه، اما اذا كانت خاطئه فالطرف هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو. ننتقلوا للنقطه الثانيه: القانون نظم بشكل ادق فين يقدر العدل يوثق العقار. هنا عندنا نقطه مهمه جدا بالنسبه للمستثمرين. الاصل ان العدل كيمارس المهنه ديالو داخل دائره الاختصاص المحدده له قانونا، ولكن بالنسبة للعقار المحفظ القانون دار مقتضى مهم وخاص به. هنا العدل يقدر يوثق العقود والشهادات المتعلقة بعقار محفظ حتى إذا كان العقار خارج دائرة محكمة الاستئناف اللي كاين فيها المكتب ديالو. بمعنى أنك إلا بغيتي تشري شقة محفظة كاينة في مدينة الرباط، راه ممكن عادل كاين في أكادير يحرر لك العقد، حيت العقار محفظ عنده نظام خاص به. ولكن ماشي كل العقارات عندها نفس القاعدة. إذا كان العقار في طور تحفيظ ولا غير محفظ أو متعلق بتركة، فالاختصاص هنا كاين عقد العدل الموجود مكتوب هو داخل محكمة الاستئناف اللي كان فيها العقار. إذا قبل ما تمشي عند عدل، حيت كتعرفوا، خاصك أولا تشوف طبيعة العقار، واش محفظ ولا غير محفظ، حيت طبيعة العقار كتأثر على الاختصاص المكاني للعدول. النقطة الثالثة: العقار غير محفظ
واللي خاصو احتياط إضافي. هذه من أخطر النقاط بالنسبة للمشتري، حيث العقار غير محفظ بطبيعته كيحتاج احتياط أكبر. والقانون الجديد واضح هنا، فالمادة 56 منه كتقول بأنه كلما تعلق الأمر بتأسيس ملكية عقار غير محفظ، خاص العدلين يتأكدوا بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية، أي القيد. يعني ديك الشهادة سميتها الشهادة ديال الاستمرار، باش نوضحوها، ماشي الشهادة اللي كتصدر من طرف رئيس الجماعة ديال تقسيم الملك. وهاد الشهادة اللي كيعطي القيد هي اللي كتحدد بأن الملك ماشي جماعي ولا حبسي ولا من أملاك الدولة. دابا واش عارفين أهمية تاع هاد المقتضى ولا لا؟ بلاتي غادي نعطيكم مثال. واحد الشخص بغى يبيع لك عقار غير محفظ، ويقول لك راه الأرض ديالي، عندي باش شاري ولا عندي شهود. صافي غادي تيقوا وتمشيو عند العدول وتكتبوا العقد. لا، بل غادي تسولوا واش عنده الملكية ولا ما عندوش، ولا ما عندوش خاص يديرها عاد تكتب معاه. فهاد النقطة كتورينا علاش المشتري ما خاصوش يتعامل مع العقار غير محفظ بنفس العقلية اللي كيتعامل بها مع شقة محفظة عندها تيتر أي رسم عقاري. لذلك إلا كنتي داخل في الشارع عقار غير محفظ، ما تستعجلش، سول على أصل الملكية، سول على الوضعية القانونية ديال العقار، وما تعتمدش فقط على هضرة البائع ولا الجيران ولا عنده الشهود، بل على الوثائق الرسمية وعلى رأسها رسم الملكية. حيث الاستثمار العقاري ما كيتبناش على الثقة بوحدها، بل كيتبنى على الوثيقة والوضعية القانونية. النقطة الرابعة، العقد ماشي ورقة عادية، وطريقة التحرير ولات مضبوطة. القانون كيحط مجموعة من الشروط الدقيقة في طريقة تحرير العقد أو الشهادة. المادة 57 كتقول أن العقد أو الشهادة كتحرر تحت مسؤولية العدلين وفي أصل ونظائر، والأصل خاصو يتحرر في وثيقة وحدة بدون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب. كما أن الصفحات خاصها تكون مرقمة، والعقد خاصو يتحرر بواسطة الحاسوب وعلى ورق عنده خاصية الضمان الكامل للحفظ. علاش هاد التفاصيل مهمة للمواطن؟ حيث الوثيقة العقارية ماشي مجرد ورقة إدارية، هي وثيقة ممكن تبنى عليها ملكية، حق، التزام، تفويت أو نزاع. ولهذا القانون كيتشدد على الشكل ديال الوثيقة، وحتى التوقيعات عندها تنظيم خاص، تاريخ والساعة ديال التوقيع الأطراف والعدلين كيتكتبوا بالأرقام والحروف. والتوقيعات كتكون باليد وبمداد غير قابل للمحو أو بتوقيع إلكتروني مؤهل وفق الشروط القانونية. إذن المواطن خاصو يفهم أن الشكل هنا ماشي مسألة ثانوية، حيث في الوثائق الرسمية الشكل والإجراءات جزء من الحماية القانونية. النقطة الخامسة، واحد من أهم التغييرات، العدل ما كيوقفش عند كتابة العقد. وهنا وصلنا لنقطة مهمة جدا واللي خاص الناس يردوا لها البال. المادة 63 كتفرض على العدل أن يقدم نسخ العقود والشهادات لإدارة التسجيل من أجل استيفاء الواجبات وأدائها داخل الأجل القانوني. والقانون كيضيف أنه خاص العدل ينجز الإجراءات الضرورية للتقييد بالسجلات العقارية، أي يقيد في المحافظة العقارية ويقوم بإجراءات النشر المطلوبة. هنا المواطن خاصو يميز بين التسجيل والتقييد وتحرير العقد. فتحرير العقد هو كتابة العقد عند العدول، والتسجيل كنقصدو به التسجيل هذا إدارة التسجيل، يعني أداء الرسوم الدولة حسب نوع التفويت وقيمة العقار. والتقييد هو تسجيله في المحافظة العقارية. وكل هذه المراحل عندها الوظيفة والدور ديالها. والأهم أنه مؤخرا القانون كيحمل العدل دورا في استكمال هذه الإجراءات. يعني العدل خاص يسجل ليك ويحفظ ليك العقد ديالك بحال الدور اللي كيقوم به الموثق، ولكن كاين فرق بيناتهم، وهو أن الموثق خاصو ديما يدير هذه الإجراءات، يعني ديال التسجيل والتحفيظ، يعني التسجيل ماشي التحفيظ، يعني التقييد في المحافظة. ولكن بالنسبة للعدل كاين استثناء اللي ممكن الأطراف يعفيو العدل باش يدير هذه الإجراءات تحت مسؤوليتهم، وخاص هذا الإعفاء يكون في وثيقة مستقلة
ثابتة التاريخ وموقعة من طرف المعني بالأمر. يعني هنا العدل خاصو ضروري يسجل ويحفظ للشخص، ولكن استثناء إلا بغى الشخص يتكلف بالتحفيظ ديالو أي تقييد في المحافظة العقارية، غادي يدير ليه واحد الإعفاء في واحد الوثيقة ويكريزيها بأنه كيعفي العدل من القيام بهذه الإجراءات القانونية. النقطة السادسة، السر المهني والمسؤولية ديال العدل ولات واضحة أكثر. العقود العقارية اللي كيحرر العدل وحتى الموثق كتضمن معلومات حساسة بحال ثمن البيع، والكيفية ديال الأداء ديالو، محل العقد أي أشنو تشرى، الوضعية العائلية للمشتري والبائع، البيانات ديالهم إلى آخره من المعطيات. هذه الاعتبارات كاملة نصت المادة 35 من قانون 51/26 منظم مهنة العدول، كتفرض على العدل الحفاظ على السر المهني والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة مرتبطة بالملفات. وهذا الالتزام ماشي غير على العدل فقط، بل حتى الأجراء المتدربين اللي خدامين معاه يعني داخلين في هذا الالتزام. وهذا مهم جدا في العصر الرقمي، حيث اليوم الملفات كتولي إلكترونية، الوثائق كتصور، المعطيات كتخزن وكتدوز بين أنظمة مختلفة، ولهذا حماية المعلومات والمعطيات ولا جزء أساسي من المسؤولية المهنية للعدل. النقطة السابعة، ماشي أي ثمن يقدر العدل يطلبه منك. واحد من أكثر النقط اللي كتهم المواطن مباشرة هي الأتعاب. المادة 33 من قانون 51/26 واضحة في هذا الصدد. العدل ممنوع عليه تقاضاء أتعاب مخالفة للتعريفة المحددة قانونا أو مبالغ أخرى غير مصاريف مثبتة اللي أداها نيابة عن الأطراف. يعني إلا مشيتي عند العدل خاصك تعرف أن الأتعاب ماشي بالضرورة كل واحد واش بغى وشحال بغى، كاينة تعريفة قانونية اللي غادي تحدد مقتضى النص التنظيمي، ولا كان شي مبلغ إضافي خاص تكون عنده طبيعة قانونية ومبررة. يعني العدل إلا قال لك راه خاصك تعطيه شي مصاريف، قولي ديالاش خاص تكون مبررة، واش ديال التسجيل، واش ديال التحفيظ، واش ديال الكيتوس، يعني خص يحددها لك، يحدد الطبيعة القانونية ديالها. والقانون ما وقفش هنا، حيت مخالفة هذه المقتضيات ممكن تعرض العدل للمتابعة التأديبية والزجرية وفق القوانين الجارية بها العمل. وهنا كنقول للمواطن إلا خلصتي شي مبلغ للعدل أو موثق، طلب توضيح منه على أساس شنو خلصتي، وخلي الوثائق والإيصالات يعني الغوسو عندك، حيت في المعاملات العقارية توثيق ديال المصاريف مهم بحال التوثيق ديال العقد. ونصيحة أخيرة، سواء الأتعاب ولا المصاريف اللي تخلص للعدل والموثق تكون بواسطة الشيك. النقطة الثامنة، كاينة مراقبة حقيقية لمكاتب العدول. من بين الضمانات القوية للمواطن أو زبون العدل هي مراقبة وتفتيش مكاتب العدول. فهذه النقطة مهمة جاء بها القانون الجديد، سواء وقع شي إخلاء بالمسؤولية أو لا. في القانون دار نظام المراقبة والتفتيش في المادة 105 كتقول بأن الوكيل العام للملك المختص أو من ينتدبه كيدير تفتيش لمكاتب العدول مرة على الأقل كل سنة، ويمكن كذلك يدير أبحاث بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات، وإلا بان خلال البحث أو التفتيش وجود مخالفات مهنية خاص يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وزيد عليها أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تقدر بشكل تلقائي أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات توفد وتصيفط لجنان التفتيش والتحري. يعني المواطن كما قلت راه توفرت ليه وسائل باش يحمي راسو. ولا كان عنده مشكل مهني، القانون دار آليات للمراقبة والتحقيق، وهذا كيخلي المهنة مرتبطة بمسؤولية أكبر. النقطة التاسعة، الخطأ المهني ممكن يوصل حتى للعزل. هنا خاصنا نكونوا واضحين، القانون المنظم لمهنة العدول ما دارش غير حقوق وواجبات، بل كذلك عقوبات تجاه العدول المخلين بالالتزامات اللي على عاتقهم. ولا تبتات عليهم إخلالات مهنية يمكن تكون متابعة تأديبية. ومن بين الإجراءات اللي قررها القانون كاين حتى التوقيف المؤقت في المادة 107
كتسمح للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتوقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة ما كتفوتش 3 شهور، بناء على اقتراح الوكيل العام للملك المختص إذا تبين وجود إخلالات مهنية مع فتح متابعة تأديبية. والقانون هنا بالإضافة لهذه العقوبة سن مجموعة من العقوبات التأديبية، من إنذار، توبيخ، إلى الإيقاف، ويمكن أن تصل العقوبة إلى العزل، يعني ما غاديش يبقى عدل. إذا الرسالة هنا واضحة، مهنة العدول ماشي مسؤولية بلا حساب، كاينة حرية مهنية ولكن كاينة معها مسؤولية، كاين الاختصاص ولكن كاينة معاه مراقبة. النقطة العشرة، المشتري خاصو يبدل الطريقة اللي كيتعامل بها مع العقد. هاد النقطة هي اللي بغيت نخدم بها. القانون الجديد ما خاصوش غير يبدل الطريقة ديال الخدمة ديال العدل، خاصو يبدل عقلية المواطن حتى هي. إلا كنتي غادي تشري عقار ما تدخلش الصفقة بعقلية المهم نوقع، بل دخل بعقلية شنو غادي نوقع، شنو هي الوثيقة اللي غادي نعتمد عليها، شنو هي الوضعية القانون العقار، واش الوثائق أصلية، واش كاين شي رهن أو حق ديال الأغيار، شنو هي الإجراءات اللي غادي تجي من بعد التوقيع، والأهم واش العقد ديالي وصل فعلا للمرحلة اللي كتخلي الحق ديالي محمي بالطريقة المطلوبة. لأن القانون كيبين لنا بوضوح أن المسار ماشي غير كتبنا العقد ووقعنا، كاين تحرير، كاين خطاب قاضي التوثيق، كاين التسجيل، كاين التقييد في المحافظة العقارية، وكاينة إجراءات أخرى مرتبطة بطبيعة العقد والعقار. إلا بغينا نختصروا هذا القانون كامل في فكرة واحدة، فهي كل ما زادت الصلاحيات كتزاد المسؤولية. القانون نظم الولوج للمهنة والتكوين والممارسة، حدد الاختصاص، نظم طريقة تلقي وتحرير العقود، فرض ضوابط دقيقة على الوثائق، حدد واجبات العدل، فرض السر المهني، نظم الأتعاب، حدد المسؤولية، وفر آليات التفتيش والمراقبة، وضع نظام للتأديب. بالنسبة للمواطن أهم رسالة هي ما تبقاش تشوف العقد العقاري على أنه مجرد ورقة خاصك توقعها. العقد هو جزء من مسار قانوني كامل، والعقار ماشي بحال أي سلعة، ممكن تشري سيارة وتبدلها، ممكن تشري هاتف وتبيعه، ولكن ملي كتدخل في صفقة عقارية كتدخل في حقوق وملكية والتزامات ممكن تبقى معاك سنوات طويلة. ولهذا قبل ما تسول شحال الثمن خاصك تسول حتى شنو هي الوضعية القانونية، وقبل ما قبل ما تقول العقد سالة سول شنو بقى من الإجراءات. القانون الجديد لمهنة العدول مهم، ولكن الأهم هو أن المواطن يعرف كيفاش يستفد من هذا التنظيم، حيت القوانين ما كتحميناش غير حيت تنشرات في الجريدة الرسمية، بل كتحمينا ملي كنعرفوا حقوقنا، وملي ما نسنيوش حتى شي حاجة ما فهمناهاش. لهذا إلا كنتي داخل على شراء عقار ولا بيع عقار أو استثمار، خذ هذه القاعدة واعمل بها، ما توقعش بسرعة، فهم أولا، تحقق ثانيا، ومن بعد وقع. ولا بغيتي تعرف أكثر على القوانين اللي كتهم العقار في المغرب ولا الأخطاء اللي ممكن تكلفك عقارك وفلوسك، تابع قناة عقار بلا تعقيد، حيت الهدف ديالنا ماشي نعقدوا لك القانون، الهدف هو نبسطوه ليك باش يبقى العقار بلا تعقيد.